يا صباح الفل عليكم، يا صباح النشاط والسعادة دايما يا رب. يعني النهاردة بقى نغسل المشايات وبالذات مشاية المطبخ عندي لانها متبهدلة. هي باينة ان هي مش نظيفة قوي. نظيفة شكلها نظيفة، لا مش نظيفة، دي متبهدلة جدا. وقع عليها زيت ووقع عليها بيض ووقع عليها حاجات كتير قوي، بس انا بنضفها. فالنهارده بقى قلت لا، يعني لازم اغسلها غسله ايه محترمه. لو اول مره تشوفي القناه وتشوفي الفيديو بتاعي اعملي لي اشتراك ودعميني بلايك. تعالوا بقى نغسل السجاجيد والمشايات، مش السجاجيد كلها، انا هغسل المشايات بس النهارده قبل العيد بقى نتنشط وعلى قد ما نقدر نغسلها. انا حطيت برسيل جل وكلور الوان. اللي انا حطيته في الجردل كان برسيل جل سايب، مش برسيل الجل اللي هو الغالي، لا السايب اللي بيتباع عند اي بتاع منظفات. بس حطيت شويه في ميه وابتديت اعملها بالمقشه. المقشه ديت لقيتها ناعمه، جبت بعد كده مقشه خشنه وابتديت اعملها بيها كويس، لان في كمان بقع عايزه تتشال. وقعدت بقى الف عليها مره واتنين وتلاته عشان تنضف، وسبتها كمان يجي نص ساعه كمان مع البرسيل الجل والميه. بدل ما نقعها في البانيو نقعتها في الارض كده سبتها. بعد كده جبت المقشه بقى وقعدت اعملها جامد واشتغل فيها. وبعدين المساحه ابتديت اخد شويه. انا ما بدلقش ميه كتير، انا بس بملى الشفشق وادلق بيه من الحوض. شغل الموتور يسحب ميه وابتدي املى، ويعني يا دوبك بس اهم حاجه قبل ما تحطي البرسيل الجل الاريال الكلور اي حاجه انت هتحطيها، اهم حاجه تبقى المشايه او السجاده تبقى فيها ميه. قلت ما بديهاش بقى، يعني احنا العيد على الابواب، العيد الكبير، وكل سنه وانتم طيبين جميعا يا رب ودايما تبقوا بخير. فقلت بقى ما بديهاش، يعني نغسلها غسله محترمه. طبعا هي عشان مقسومه نصين، انا بغسلها مره الناحيه دي ومره الناحيه التانية. طبعا انا عملتها كذا مره غير اللي انتوا شايفينه في الفيديو، لان كان فيها بقع وكان فيها حاجات زي دقيق وعجين لزق فيها. فده جبت سفنجه، مش سفنجه، الليفه بتاعت المواعين. وقعدت ادعك بيها، وجبت ما عنديش فرشه الارض وفرشه البلاط، فجبت كمان مقشه ناشفه، عملتها بمقشه ناشفه غير ديت خشنه شويه. قعدت بقى اعملها زي ما انت شايفه على قد ما تقدري بقى. لو مش هتودي مغسله تغسلي المشايات والسجاجيد، الحمام بقى لو عندك الحمام كبير شويه. يعني انا الحمام بتاعي خد المشايه زي ما انت شايفه ديت بس مقسومه نصين، يعني دي انا كده هعملها على مرتين. هي طويله شويه، عريضه وطويله، بس انا قسمتها لان انا بحب في الصيف احطها صغيره ما بحطهاش كبير. انا كده كده هغسلها واشيلها، يعني المطبخ انا ما بحبش في الصيف احط فيه فرش. لو الفيديو بتاعي نشطك شويه وخلاكي عايزه تنضفي المشايات بتاعتك، قومي بقى اعمليها. لو عندك الحمام بتاعك صغير كمان هوريكي هعمل المشايات كمان. لو الحمام بتاعك اصغر من بتاعي ممكن تعمليها على 4. يعني انا عامله المشايه كده على 2 على الناحية، يعني مطبقاها زي ما بنقول. ممكن تطبقيها على 4، يعني التطبيقة دي على نصين كمان تطبقيها كمان، وكل جزء تعمليه على مرة. ممكن طبعا ننقعها في البانيو، بس انا بقى مش عايزة انقعها في البانيو، انا سبتها بس. سبت البرسيل الجل بالكلور الالوان عليها نص ساعة. وبعد كده ابتديت بقى زي ما انتوا شايفين بالمقشة ابتدي ادعك فيها كويس. انا بحب اغسل السجاجيد بتاعتي في البيت وهنشرها كمان على المنشر عندي بره. غير المنشر الداخلي، المنشر الداخلي انا عاملاه للغسيل الهدوم بتاعتنا، لان ما بنشر بره الهدوم بتتملي بقى، احنا في الصيف بتتملي حشرات وحاجات فانا ما بحبش الا انشر جوه. فانا هنشر السجاجيد وبغسل كمان البطاطين واللحفه وبنشرها بره على المنشر بتاع البلكونه بتاعتي بره. هنا المشيه انا خلصتها طبعا من الجهتين وخدت مني وقت كبير، يعني على انها صغيره وخفيفه مش تقيله، بس خدت وقت كبير لان بص يعني دلقت ميه كتير وعماله ادلق فيها ميه، وبرضو عماله تنزل ميه مش نضيفه زي كأنها شاربه تراب كتير جدا. ليه؟ لان انا المطبخ عندي طبعا هي دي المشايه اللي طول الشتاء بتقع عليها الاكل وبيقع عليها كل حاجه، كمان المطبخ جنب باب الشقه، فباب الشقه بيجيب تراب يدخل بقى على المطبخ يملى المشايه دي. هي دي اكتر مشايه، هي انا جايباها غامقه عشان تستحمل طبعا الحاجات اللي بتقع والحاجات اللي ولاد بيوقعوها. انا خلصتها وحطيتها على حرف البانيو وسبتها تتصفى شويه،
وبعدين بنضف قبل ما اعمل المشايات التانية، لازم امسح الحمام وانشفه. كمان هجيب الشرشوبة وانشفه، لان في ولادي كانوا عايزين يخشوا الحمام، فهنشفه كويس عشان محدش يتزحلق. انا بدلق ميه كتير في الحمام ليه؟ لان حرف الحمام عندي عتبه عاليه شويه، بتحجز ان الميه مش هتدخل لبقيه الشقه، لا هي اخرها هتيجي على باب الحمام وهترجع لي تاني، هترجع عند القعده كده او عند البلاعه. فانا بس بنشف الارض قبل ما، عشان لو حد عايز يدخل. انا دلقت ميه كتير، متهيألي السجاده ما ينفعش تتغسل الا ما تدلق ميه عليها كتير. لو حد يعني بيتضايق ان الميه اللي انا حطيتها على السجاده كتير، السجاده دي زي ما انتوا شايفينها كده انا سبتها تتصفى نص ساعه كده وخدتها بقى. خلي بالك بقى وانت شايلاها، ممكن يبقى شويه ميه، وهي لو شاربه ميه زياده ممكن تتزحلقي. بحط ليه عليها مشابك عشان لو في شويه هوا ممكن ان هي تطير سهل، فانا بحط كمان مشابك، وهحط كمان مشابك تاني. تعالوا بقى المشايات التانية. انا جبت بقيه المشايات دي اتقطعت، اللي هي المدورة اتقطع الحرف بتاعها، اقصها بالمقص. وجبت بقى لميت المشايات الصغيرة بتتحط على بيبان الاوض، واللي على باب الشقة، واللي على ورا باب الشقة، فجبتهم كلهم بقى. يلا نغسلهم بالمرة. تشجعي بقى وتنشطي، ومش هتاخد منك وقت كبير يعني، هي كل الحكاية ساعة كده، ساعة ونص هتلاقي نفسك مخلصاهم كلهم. هنا انا ببتدي ادلق عليهم مية تاني، وعمالة بقى احط شوية برسيل جيل. انا كنت جايبة الكيلو السايب ب6 جنيه او ب5 جنيه، الكيس برسيل الجيل اللي انت شايفة ده. يعني انا خدت تقريبا نصه، وحطيت شوية كلور الوان كمان اللي كانوا في الازازة سايب، برضو الكلور الالوان كان سايب. فببتدي بقى ايه، احط ميه. انا حطاهم فوق بعض ليه؟ بص هقولك، يعني يشربوا من بعض. المشايات طبعا ديت بتاعت باب الشقه، فهي ما شاء الله يعني شاربه كتير، فعشان كده بغسلها على الناحيتين، شاربه تراب كتير جدا، مع اني بنفضها وبعملها بالمكنسه الكهرباء وبشفط كل التراب، بس برضو لازم تتغسل. فانا بقى غسلتها من على الناحيتين، برضو التانية اللي زيها هغسلها. بحط شويه برسيل جل وكلور. برسيل الجيلي بيدي ريحة، لو عايزة تحطي كمان دوني حطي دوني، يعني لو عندك حاجات تعمل روايح حلوة عشان لما تنشريها وتنشف تبقى ريحتها حلوة. مش عايزة تجيبي برسيل جيل، ممكن صابون سايل عادي، صابون السايل اللي بيتباع سايب، يعني اي صابون سايل هيمشي معاكي وهيرغي وهيغسل ومية مية. انا بقى برضو بغسلها على الناحيتين، وجبت بقى المقشة الخشنة اللي انت شايفاها ديت، فقعدت بقى بعملها من الظهر. ليه؟ لان اكيد بتتوسخ يعني من الظهر ومن وشها. بعدين طبقتها كده، جبت الدورية بقى، وبرضو بحط مية، وابتدي بقى احط تاني برسيل جيل واغسلهم. هحطهم بقى رصصهم فوق بعض، وبعد كده هشطفهم واحدة واحدة. الصبح بقى انا اشتغلت الصبح في المشايات، وبالذات مشاية المطبخ من الساعة 8 الصبح. ليه؟ مشاية المطبخ اما تتصفى، اما تتنشر على المنشر مش هتنقط مية، يعني انا سبتها تتصفى بتنطر المية. نوع المشاية ديت بينطر المية، لكن المشايات اللي انت شايفاها الكحل ديت عاملة زي الموكيت دي، بتشرب مية كتير وبتاخد وقت عقبال ما بتتصفى اصلا. ولازم تتساب على فكرة يوم على الحبل، لان لو شلتيها قبل ما تنشف خالص بتبقى عاملة ريحة كده ان هي ما نشفتش. لازم تسيبيها تنشف تماما يومين كمان. لكن المشايات اللي هي البيج اللي انت شايفاها الصغيرة ديت بتنشف بسرعة جدا، بتنطر المية، اللي هي عاملة زي مشايات كمبيوتر الجاهزة ديت بتنطر المية. المشاية كمان الكبيرة ديت بغسلها برضو على الناحيتين، على وشها وعلى ظهرها عشان تبقى نظيفة. انا بساعات بعمل برضو بالمساحة، ان لو فيها اي بقع ان انا بحركها او بحكها كده، بشيلها يعني بالمساحة. بصي المقشة بقى الخشنة ديت شوية كانت شغالة احسن معايا عن المقشة الناعمة. وكمان المساحة بصي بتنطر المية بترجع لي ليه؟ عفوا معلش، المية بترجع لي لان انا عندي عتبة على باب الحمام، يعني انا مش هغرق الدنيا، يعني كل الحكاية انا بغرق في الحمام بس. قلت بقى ننضف الصبح قبل ما اي حد يصحى، وحبة نشاط كده خلص اللي ورانا وننشرهم، تبقى البيت نضيف ورايق. وانتي نشر المشايات يا دوبك على الفرش. طبعا بعد ما بينشفوا بشيلهم، وقبل العيد يوم الوقفة بعد ما بكنس وبمسح كويس الشقة ببتدي افرشهم تاني.
هنا كانت في بقع، فبص جايبه السفنجه اللي هي الليفه بتاعت المواعين، لان انا ما عنديش فرشه الارض، فدعكتها كويس عشان اشيلها. بسيبهم بقى يتصفوا على قعده الحمام اعزكم الله هنا كده، وبعدين بشطفهم مرة واتنين وتلاتة، وبسيبهم يتصفوا. بعد ما بيتصفوا نص ساعة ساعة لغاية ما احس ان هو ابتدى ما بينزلش بقى خط كده مية، ينزل نقط، انشره بقى على المنشر. هوريها لك اما انشرها على المنشر. انا بعتبر ده روتين نشاط جدا، يعني حبة حركة وبينشطوا الواحد. واديك ابن الواحد بينظف، هتودي المغسلة، في ناس بتحب تودي المغسلة وفي مغاسل بتنظف، بس الاسعار دلوقتي بقت غالية. فانا كمان من غير ما والله الاسعار ما تغلى، انا بحب انظف واغسل المشايات في البيت. كمان هغسل مشايتين كبار، هعمل لكم فيديو بيهم، كبار اكبر من المشاية بتاعه المطبخ كمان. بص انا ما بسيبش الظهر، لازم اغسل برضه، اشطفه بالميه لازم، وبعدين اسيبها تتصفى. المشايات اللي هي عامله زي الموكيت الكحلي ديت لازم تتصفى كويس جدا وتنشف كويس. بس خلصتهم بقى وهبتدي اسيبهم ينشفوا. انا كمان بقلل الميه من عليهم بالمساحه كده، ان انا بشدها بالجلده بتاعت المساحه. بصي بشد الميه عشان اسيبها، انزل الميه من عليها. بصي كل ما تدلقي ميه هتلاقي فيه لسه شويه رغوه. اهم حاجه بس ندلق ميه لغايه اما تلاقي الميه نازله نظيفه، ما تنزلش بقى بالتراب اللون البني ده، لا تنزل نظيفه. خلاص كده انا عماله ارصصهم على القاعده بتاعه الحمام او حرف البانيو، ايا كان بقى اللي عندك. ما عندكيش حرف بانيو ولا قاعده، ممكن طبق كبير تقلبيه وترصي عليه المشايات، الحاجه بقى اللي انت حاطاه. طبعا لو مشايه كبيره او سجاده كبيره، احنا طبعا بنبرمها بنلفها ونوقفها ونسيبها لغايه ما تتصفى. انا بصفيها بوقفها في البانيو واسيبها لغايه ما تتصفى خالص، وبعد كده بنشرها على الحبل. بعد المشايات ديت في ناقص واحده بس بني خفيفه خالص، واحده خضره طويله شويه، هوريها لك برضو هغسلها. بس انا برضو لازم بغسل الحمام، الارض بتاعت الحمام، والم التراب، لان بص التراب عند القعده، التراب اللي نازل من المشايات على طول كده بالمشايه وبالمساحه بتنشفيها على طول. ليه؟ عشان ما تحطي المشايات التانية ما تبقاش تراب على تراب، والدنيا ما تبقاش بقى ايه بايظه، يعني على الاقل حتى تبقى على نظافه. فانا هنا بمسح بس، بلم التراب، ومن ناحيه اللي اتجمع هنا انا سايباهم يتصفوا زي ما انت شايفه. هسيبهم نص ساعه واروح انشرهم على المنشر. بس انا رحت نشرتهم، هوريهم لك بعد المشايتين دول. جبت بقى المشايه الطويله ديت الخضره، كان في بقى شعر وحاجات وبره جت عند البلاعه، فباخدها اشيلها. والمشايه كمان اللي هي البني ديت خفيفه، دي هعصرها بايدي، يعني طريه جدا، هتنشف ساعه هشيلها من على المنشر، يعني هتنشف بسرعه قوي. بس انا بحب اغسلها لان هي برضو متوسخه بسبب العفره اللي حصلت مرتين، فمتوسخه، وانا بحب اغسلهم يعني على طول. دولت بحب اغسلهم، اللي هي الخفيفه واللي هي البيج، ليه سهلين بينشفوا بسرعه. لكن الكبار اللي عاملين زي الموكيت او السجاد بياخدوا وقت في التنشيف، يعني ممكن يقعدوا على الحبل يوم يومين قبل ما ينشفوا. المشايه الصغيره اللي انت شايفاها ديت انا حطيتها على الميه اللي بدلقها شويه برسيل جل، بس هي بصي يعني هي خفيفه جدا، عامله زي القماش كده. طبعا هي باظت من تحت، نخلت من تحت. هنا المشايه الكبيره احط عليها شويه برسيل جل عشان هي كبيره عامله زي السجاد. يعني عندي مشايتين اكبر منها، وديت كانت التالتة بتاعتهم الصغيره. بعملها برضو بالمقشه الخشنه، وابتدي ادعكها كلها، واعملها كمان من ظهرها. بعد ما خلصتها وقلبتها هغسلها بقى، ديت عليها ادلق عليها ميه كتيره جدا. هنا انا هدلق ميه كتير بعد ما اخلص اعملها من وشها وظهرها، لان انا حطيت برسيل جل وعملت رغوه كتير فيها. بص حتى عماله تنزل رغوه كتير، فانا هشطفها كتير. بعدين كل ما اجي اشطفها الاقيها بتنزل ميه برضو لونها بني، فيبقى هي لسه فيها تراب كتير. فانا فضلت انزل في ميه عليها لغايه اما الميه نزلت نضيفه. انا بشطفها من وشها بس بالميه، انزل الرغوه اللي عليها واسحبها بالجلد زي ما انت شايفه، عشان اتاكد كمان ان الرغوه اتشالت من عليها. يعني انا بسحب اي ميه وصابون، صابون اللي هو الرغوه، برسيل، اي بقى حاجه انت حطاها بسحبها زي ما انت شايف.
بس بسحبها كده عشان تنزل من عليها، ومنها برضو انت زي بتنزل يعني تنشفيها شويه، تصفيها من الميه اللي عليها. بعد كده هقلبها الناحيه التانية، وبرضو هعملها نفس الحكايه ظهرها برضو. مش هقول بقى انا عملت وشها يبقى الظهر هيبقى نضيف، لا، هتلاقيه برضو متبهدل، عايز برضو يتغسل بالمره بقى. ما دام احنا بنغسلها غسله محترمه بالمره، هنغسلها بالظهر كمان. انا بكنسها شويه بالميه، بحرك الميه واحط برسيل جل عليها، وبرضو هبتدي ادعك فيها. ليه انا بحط برسيل جل لما بحط الصابون سايل دلوقتي؟ انا حسيت البرسيل الجل اللي انا اشتريته دوت ريحته حلوه، ريحته حلوه، يعني اما تيجي تغسلي بيه في السجاده وهعمل هجرب كمان اضيف دوني على برسيل الجل عشان يدي ريحه اكتر. وهحاول كمان اما اغسل بطاطين هوريكم انا بغسلها ازاي. دي سجاده كبيره ما ينفعش تتغسل في الحمام، فديت يعني في سجاده تقيله وكبيره دي ما ينفعش الحمام زي ما انت شايفه مش هياخد اكبر من حجم معين. فالسجاده الكبيره عندي اللي في الصاله لازم تروح مغسله لانها تقيله وكبيره، وما ينفعش حتى احطها على الحبل عندي. فديت هوديها مغسله، بس مش دلوقتي، شويه كده هبقى اوديها تتغسل في المغسله. لكن المشيات الصغيره انا بغسلها بسهوله في الحمام. ليه مش ممكن اغسل السجاده الكبيره اللي في الصاله اغسلها في الصاله؟ لان انا ما عنديش اللي هو اللي بينزل الميه من البلكونه، ما عنديش صرف ولا صفايه او بلاعه في الصاله او في المطبخ، عندي بس في الحمام بس. كمان عشان انا ما بحبش ادلق ميه وما بنزل ميه كتير، يا دوبك بعمل بالشرشوبه بس زي ما انتوا شفتوا، فما بحبش ادلدق ميه واغرق ميه كتير. عندي اللي هو اللي بيبقى في البلكونه اللي بينزل الميه وبيصرف الميه، بس من جوه من الصاله انا مقفلاها بالسيراميك، الفتحه اللي من جوه انا قافلاها عشان ما تدخلش بقى منها براس وحشرات. كمان السجاده عندي اللي في الصاله الكبيره ما اقدرش اغسلها، كمان تقيله عليا ان انا اغسلها واشيلها بميتها وانشرها على الحبل على المنشر عندي بره، هتاخد المنشر وتقع. فانا مش عشان كده مش هقدر اعملها في الحمام. دي الوحيده السجاده التقيله اللي لازم انا مضطريه ان انا اوديها مغسله. انا بحب اغسل في الحمام عشان عندي الحمام محكوم وفي عتبه، فيا دوبك بس مش هغرق الدنيا ولا حاجه. كمان احنا في الصيف فسهل قوي ان الواحد يغسل سجاد وهدومه. المشايات ديت على قد ما هي بتاخد غلبه في الغسيل، بالذات النوعيه ديت، على قد ما بتغسليها بتبقى نظيفه جدا. يعني بعد الغسله ديت الوبره بتاعتها بتنفش وبتبقى حلوه بصراحه، اما بتتغسل كده بتبقى جميله. المشاه الصغيره بقى زي ما انتوا شايفين، بصي ظهرها نخل، فهعصرها على ايدي كاني بعصر حته قماش، يعني هي ظهرها نخل خالص، بس هي من وشها لسه حلوه شكلها حلو، فانا مش عايزاها دي يعني، بس بحافظ عليها على قد ما اقدر، بغسلها وبحطها هعصرها. كمان هنشف الارض الحمام هغسله بشويه هحط كمان شويه برسيل جل كده واغسلها، لان الارض اتملت تراب وملت يعني تحت الغساله بقى جري حاجات كتير. انا كمان هحرك الغساله واكنس تحتها بالمقشه الخشنه ديت. بس انا دلقت ميه عليها تاني عشان اتاكد ان هي نظيفه، عشان ما اغسلهاش تاني، لان انا اول ما تتصفى هنشرها. بصي دلقت ميه وسبتها بقى على القعده او في البانيو، وسبتها لغايه اما تتصفى، لان الحبل هتبقى تقيله على الحبل لو حطيتها وهي فيها ميه كده. بص انا سبتها موقفاها لغايه اما تنزل ميتها، نشرتها بقى كانت اتصفت شويه. بص اهي يعني نطرت الميه ونشرتهم كلهم على الحبل، حاطه فيهم مشابك. ليه بقى؟ لان ممكن يقعوا، ولو في شويه هوا شديده عندي ممكن يقعوا، لان قبل كده كنت حاطه مشايه ووقعت من غير مشبك. فدي مشابك كبيره، ما عنديش البلاستيك الكبيره قوي، وكان عندي المشابك البلاستيك الكبيره قوي بس اتكسرت، كل ما اجي احطها واضغط عليها تتكسر. انا عندي في عندي مزراب بس متقفل من من الصاله من جوه، انا مقفلاه يعني منظر اللي بره ده منظر بس انا كده خلصت المشايات ونشرتهم. ويا رب الروتين اللي انا عملته يعجبكم وتتفرجوا عليه وتتابعوه وتقولوا لي رايكم في التعليقات.